يمكن تكون دي اول مره اقولها لكم، ولكن وحشتوني. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وحال وعافيه. طبعا في حوارات بقالنا كتير ومش عارف ايه، ويمكن باين عليا اللي هيضحك. انا بقول اهو هعمل لك بان وهطردك وهعمل لك بلوكات في كل حته لو لقيت ها على الفيديو ده. يا جدعان انا هزعلكم، فايه فاحترموا ايه صلاعتي الجميله او يعني الحمد لله في شيشه على طول اهو. وانا انا خدت اعفاء يعني الحمد لله. اللي هيضحك هيخش الجيش، اللي مش هيضحك ويقول سبحان الله هياخد ايه اعفاء زي ويبقى كل زي الفل. المهم وحشتني جدا، بقالنا كتير قوي منقطعين، ولكن بسبب طبعا حوارات كتير من ضمنهم كان الجيش يعني، والحمد لله ربنا عافانا. فقلت اول فيديو نرجع نسجله بقى، واول حاجه هنعملها تكون بسيطه في نفس الوقت ما فيهاش تعقيد، وفي نفس الوقت اشارك معاكم اكتر من حاجه كده عايز اسالكم فيها. الفتره اللي فاتت انا اتعلمت يعتبر اكتر من حاجه، وده بحكم ان انا فتحت شركه زي ما اغلبكم عارف. ففي اوقات كان مثلا بيكون في ديزاينر معايا مش متاح ان هو يعمل شغل، في حد معين بيعمل حاجه معينه مش متفرغ ان هو يعملها او لاي سبب مهما كان، فكنت بضطر ان انا اتعلم الحاجه ديت علشان اعملها مكانه، او علشان اعملها مثلا لو في ضغط شغل او هو مش موجود او في حاجه. فمن ضمن الحاجات اللي اتعلمتها كان الفيديو اديتنج. طبعا هيجي واحد دلوقتي يقول لي طب ما انت كنت بتعرف تعمل فيديوهات بما انك انت اصلا يوتيوبر. هقول لك ده حقيقي، ولكن ما كانش بالاحترافيه دي. في حاجات كتير جدا ما كنتش لسه اتعلمتها، زي مثلا الانترو اللي انت شفتها من شويه، هوريها لك تاني اللي هي دي. وحاجات كتير قوي. فبصراحه في حاجات كتير استفدتها في الموضوع الايديتنج ده، وده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه هي كانت الجرافيك ديزاين، تصميم بقى البوستس والحاجات دي كلها، والسوشيال ميديا ديزاين عموما، والفوتوشوب والاستريتور وادوبي ان ديزاين. ودخلت في الدوامه كده اسمها جرافيك ديزاين، فعملت فيها شويه حاجات حلوه برده كده، ممكن اطلع لكم شويه حاجات هنا. وتالت حاجه واخر حاجه اتعلمتها برده وهي كانت الهندسه الصوتيه، واللي هو انك ازاي تحول الصوت بتاعك من حاجه زي كده مثلا تكون بهتانه، او بمعنى صح ده الصوت اللي هو يكون طالع من المايك، ليه الحاجه اللي انت تسمعها دلوقتي ديت، والحاجه اللي احنا بنشتغل عليها اصلا اوريدي في كل فيديوهاتنا. وبصراحه بما ان الواحد منقطع بقاله فتره كبيره، فاحنا ان شاء الله هنرجع في كذا كورس احنا كنا بدأنا فيه لسه ما كملناهوش، فهنرجع بقى ان احنا نكملهم كلهم ونبدا نرفعهم على اليوتيوب عشان الناس تبدا ان هي تتفرج عليهم. وطبعا احنا الفتره الجايه يكون بقى على لما تكون خلصوا باذن الله، تكون انت خلصت الامتحانات بتاعه نص السنه، وتكون بقى فضيت في الاجازه. فلو انت اصلا مش عارف احنا بنتكلم عن ايه، او انت لسه مش موجود على اليوتيوب، او لو انت اول مره تشوفني، فتنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل حاجه دي. بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. وحابب اشارك معاكم اكتر من نصيحه كنت قراتهم في بوست للباشمهندسه بسمله ابراهيم، فحابب ان انا اشاركهم معاكم. فتعالى كده اقول لكم في السريع. اول حاجه عايز اقولها لك وهي انك ما تفضلش بتكتب بنفسك نفس الكود كل مره، ما تفضلش تكتب كود لوحدك. حاول تشوف غيرك بيفكر ازاي، حاول تشوف غيرك كتب نفس الحاجه اللي انت عملتها دي ازاي. طول ما انت بتشوف كود لغيرك، ده هيطور بكتير جدا من طريقه تفكيرك في الكود اللي انت هتعمله. فما تشتغلش كل وقتك على كودك بس وتفضل شايف ان هو كود ده، لا، شوف غيره وغيره وغيره علشان على الاقل مستوى تفكيرك يعلى، ولو معليش فعلى الاقل تبقى عرفت الناس التانيه بتفكر ازاي. تاني حاجه اقول لك عليها وهي مرتبطه شويه بالموضوع الاول، الا وهي شير الكود اند بروجرس وذ اذر ديفلوبرز. زي ما كنت بقول لك انك تحاول تشوف الكود بتاع غيرك، حاول برضو انك توري غيرك الكود بتاعك. وده ببساطه ليه؟ انا مثلا لو شفت الكود بتاع حد والكود ده كان ضعيف نوعا ما او ما كانش كلين قوي، ممكن مثلا اقول له نصيحه، اقول له عدل دي ازاي، اقول له لا ما تحطش دي هنا، اقول له لا استخدم ديت بدل ديت. فانا لما شفت الكود بتاعك نصحتك، ده لو انا اعلى منك. طب لو انا اقل منك هستفاد واحاول اعمل زيك، ففي كلتا الحالتين انت مستفيد. تالت حاجه وهي don't be over confident in your code، وده ببساطه لان الكود بتاعك مش هو احسن حاجه، مهما وصلت ففي حد اعلى منك.
فانت دايما ما تخليش الغرور يمسكك والغطرسه وهي تقول لا انا الكود بتاعي احسن حاجه ومفيش حد ممكن يعدل عليه. خلي دايما عندك فلكسبيليتي انك تسمع لغيرك وانك تحاول تعدل من الكود بتاعك وتطلعه باحسن شكل. وفي النهايه غطرستك ديت مش هتؤدي غير لايذاء حد غيرك انت والبيزنس بتاعك، ولكن كون انك تكون شخص متواضع وبتحاول دايما تسمع لاراء الاخرين، فزي ما قلت لك من شويه يا اما رايهم ده يكون وحش فانت تنصحهم وتحاول تخليهم يعدلوا من نفسهم، يا اما النصيحه دي فعلا صح وانت كنت محتاجها، وفي كلتا الحالتين برضه انت المستفيد. دي كانت كل حاجه للنهارده ومبسوط جدا والله العظيم ان انا شفتكم تاني. فانت لو انت وصلت لحد النقطه دي قول لي تحت. والف مبروك للناس اللي خدت شهاده ابرز المعجبين. مش عارف والله ابرز المعجبين دي ولا الله، كلنا اخوات، ولكن دمتم في امان الله. مع السلامه.